هاتي كوباية عسل وبضاية وهنعمل احلى كوكس في 5 دقايق بس. ايوه والله، كوباية عسل واحدة بس هتعمل كمية كبيرة، مش هيجي في خيالك ان كوباية عسل وبضاية هتعمل معاك الكمية دي. وهروح نازلة بنص كوباية من الزيت، عليهم رشة من الفانيليا، وهبتدي ان انا اديهم تقليبة لحد ما اعمل المكونات كلها في بعض، اقلبها في بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي اجيب معانا البولة التانية اللي هنزل بيها في الدقيق، بس اهم حاجة انه يتنخل كويس جدا جدا، علشان خاطر الوصفة دي لازم تكون كل حاجة فيها بالسنتي. هننزل بأول كوباية وتاني كوباية، يعني هننزل بنص كيلو من الدقيق. هتجيبي نص كيلو دقيق ب10 جنيه، هتعمل معاك الكمية دي بسم الله ما شاء الله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنبتدي ان احنا ننزل بمعلقة بيكنج باودر ورشة من الملح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى المكونات السائلة اللي احنا عملناها، وبعد كده هننزل بالدقيق واحدة واحدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي بقى في التقليب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هننزل واحدة واحدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وايدك تكون على طول فيه. هنبتدي بقى نشيل معانا المضرب علشان مش هيمشي في العجين، وهنبتدي ان احنا نعمل بمعلقة، اي معلقة سيليكون او معلقة كبيرة تبتدي ان انت تعملي بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعجنهم وارجع لكم. خلاص كده عجناهم بقوا معانا زي ما انتوا شايفين في السمك اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي بقى نكورهم اي كور انتوا هتكونوا عايزينها. انا هوريكم بس السمك بتاعه هيبقى عامل ازاي. وغير كده كمان لازم تكون العجينة ليها ملمس، لما تمسكيها كده تلاقيها تلزق في ايدك بحاجة بسيطة. فبتبتدي بقى ان انت تدهني كده الصينية اللي هتحطي فيها زيت، حاجة بسيطة هتدهنيها كلها. وهتبتدي بقى نكور، وهتجيبي اي شوكليت من عند اي عطار، لو ما عندكيش ممكن تعمليه سادة، بس احنا بنقول الشوكليت ده للزينة. انا طبعا ما كانش موجود عندي غير الشوكليت دي فهستعملها مش هشتري. هبتدي اكور كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي ان انا اروح نازله على طول بالشوكليت، مش هفردها ولا اي حاجه، هنزل بالشوكليت بالشكل ده. وهبتدي ارص في الصينيه بالشكل ده، وهخلص الكميه كلها زي ما انا ما وريتكم. امشوا على كل التريكات دي وهيطلع معاكم مظبوط، واحلى ما بتشتروه من بره كمان. وهتعملي كميه كبيره جدا جدا، ونص كيلو دقيق زيت مع كوبايه عسل وبيضايه. كل المكونات بتاعتنا سهله وموجوده عندنا في البيت. اهم حاجه لو وصلتوا معايا الفيديو لحد هنا، يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. انا بامنكم امانه ان انتوا تصلوا في التعليقات على حبيبنا المصطفى. ماشي، هخلص بقى الكميه كلها بتاعتنا وارجع لكم تاني. خليكم معايا وخليكم معايا على الوصفه. وبكده خلصت الكمية كلها وحطيته في الفرن لمدة ربع ساعة بالظبط. وبكده خلصنا الكمية، واشوفكم في امان الله.